السلام يا المغاربة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي عزيزاتي، سلام الله عليكم أينما كنتم داخل المغرب وخارجه. اليوم يا سيادي جيت نتكلم لكم على التعليم وما أدراك ما التعليم يا سادة. والمعلم والأستاذ اللي هو أنا كنسميهم نبراس الأمة. هذيك بحال واحد ترية كتكون شاعلة في البيت. إذا ما كانش الأستاذ وما كانش المعلم فاعلموا بأن الجهل جهل الجاهلية راه يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله هو اللي ماشي دابا غيعم هاد البلاد. أنا علاش دابا كنهضر لأن درت فيديوهات على التعليم، لكن الغريب في الأمر سمعت وزير الناطق الرسمي تيتكلم بواحد الاستخفاف، وكيتكلم يعني بواحد الحده ديال القوانين اللي هي ما كايناش اصلا واللي هما داروها قانون. مثلا نعطيكم مثلا، تكلم على الاقتطاع. لابد الوليدات ديالنا خصهم يمشيو للمدرسه، مما لا شك فيه. بغينا وليداتنا يمشيو للمدرسه لان ولاد الفقراء هما اللي واكلين العصا، اما الخاص راه هما كيقراو. هادشي باش نكونوا واضحين، لان هاد الناس هادو واش ما بغاوش يمشيو واش هاد الاساتذه ما بغاوش يلتحقوا؟ طبعا خصهم يلتحقوا، والاستاذ هما اللي كنثيقوا فيه. باش نقول لكم واحد القضيه، انا كنثق في الاساتذه وكنثق في المعلمين انهم كيدوزوا تماره في القسم، وهذوك هما اللي يستحقون الاحسن والافضل. ما جالسينش في كراسي مريحه، ما جالسش في الجبل. ولكن انا كنعيب على الاساتذه وعلى المعلمين، خصوصا ملي كان الفتره ديال وهو اللي في الحقيقه الفتره ديال رئيس الحكومه السابق، لانه هو اللي حط اللبنات الاساسيه ديال هذا النظام الاساسي. انا اسميه النظام الاساسي، يعني ما فيش نظام، هذا فيه فقط سرقه الاموال للاساتذه، وهو كيمشي في العمق لسرقه اموال المتقاعدين. وهذا السيد الرئيس السابق، رئيس الحكومه السابق، يعني هذه المسائل بغيتي نعرف فين تطبخات، اين طبخت هذيك النظام الاساسي والتعاقد اللي سموه التعاقد، وانا اسميه تعاقد ديال المسخ، لانه مسخ جميع المكتسبات. وهنا بغاو نديروا الفتنه، بغاونا الاساتذه يديروا الفتنه بعضياتهم. ها هو هذا تبع الاكاديميات، لا هذا تبع وزاره التعليم. لا التعليم واحد، والتعليم ملك للدوله وليس للاشخاص. والاستاذ والمعلم عمره ما غيكون عبد. نعم اذا دار شي غلط يتحاسب، نعم، وكل شيء بالقاعده ديالو. ولكن اين هو السؤال الاخر؟ اين هو مجلس الشعب في هادشي كله؟ مجلس الشعب نائم اللي هما البرلمانيين. انا كنفضل الاستاذ على البرلماني. كيف يعقل البرلمانيين وقعوا على ديك القوانين ديال الجزار؟ كيف يعقل البرلمانيين مروا ديك النظام الاساسي والنظام العقده والنظام؟ كيف يعقل هذا البرلمانيين مروا هذا؟ وهو في العمق هذا النظام الاساسي وهذا الشيء ديال التعاقد في انه يكب بغى يمص المكتسبات ديال الاساتذه، وفي نفس الوقت ياكل لهم الاموال ديال التقاعد. علاش؟ لان ملي جاب الكيلان كان كي يصرخ وش تيقول؟ عفى الله عما سلف. يعني هذوك الناس اللي كلاو وسرقوا الاموال المتقاعدين نسمحوا لهم. انا كنقول له لا، المال ليس مالك لكي تقول عفى الله عما سلف. هنا كان الاساتذه وكل شيء يخرج، الشعب يخرج. ليش؟ لان الاموال كانت مودعه في صندوق الاداء والتدبير،
وكان شكون اللي كيطلع عليها هاد الاموال اكثر من 16 مليار. وجاو قالوا بان غتكون واحد مجلس ديال تقصي الحقائق وبعدين طمسوا القضيه. اذا كيف نقبل من هاد نواب الامه ما كيراقبوا حتى حاجه وكيتخلصوا وتيقول لك السي وزير العدل باش نطبق القانون. ولا كنتي غتطبق القانون طبقوه على راسك، على ديك الامتحانات اللي درتي ودوزتي فيها ولدك وقلتي بان ولدك جاب دبلوم عنده باه لاباس عليه وجاب دبلوم برا. لا سيدي، جاب وهذه سيتين، هذه هي خصها تفتح ليها يعني ملف، لان الدبلومات برا وخصوصا المحاماه لا علاقه لها يعني بالقوانين ديال المغرب. قانون ديال كندا ماشي هو قانون ديالنا، لانك ما كيشفروش، هذوك ما عندهم تشفيرات. قانون كندا كيقول لك اللي شفرتي تحبس، ولو ما كان يكون وزير يكون هذا خصو يتحبس. فهمتوني؟ اذا هنا كنشوفوا واحد، هنا انا كنسميها السيبه. دابا خرج الناطق الرسمي وتيقول لك حنا غندوزو في حنا غنطبقوا القانون. دغيا ردوا قانون الاقتطاع ليس قانون الشريف ديالي. ولا كنتي غتطبق القانون عندك فين طبقوا هي في هذا الشيء. دابا انت داير خارج كيدير التهديدات لا تنفع. ولاد الشعب راه كيدوروا في الزناقي، لان هذيك السد ملفات اللي حطوا لكم رجال التعليم من 18 يناير 2022 واللي قلتوه الا ما زدناش رجال التعليم ماشي تضربونا بالحجر كما قال العالمين رئيس البرلمان. اتذكر قال لك ماشي تضربونا بالحجر. ايوا سيدي، فين هي الوعود؟ هذه وعود كاذبه. كيف لرجال التعليم الاشاوس اللي هما كنسميو انني براس الامه اللي كيعطيونا الباحثين، حنا بغينا رجل سياسه اللي يشد التعليم. وانا غنفتح قوس للسي بن موسى. سي بن موسى اسمح لي، لو دغني بوست ديالك بوزيتي ان امباسادور. واش التعليم ملي كيديك الممارسه دابا ديك الكيلو بمكيالين اللي تديروا دابا في التعليم هو اللي كيكون هو اللي كاين في فرنسا؟ ما كاينش في فرنسا هذا الشيء. وانا اتحداك السي بن موسى، الله يرحم بها الوالدين، دير لنا شي كتاب، سير ارتاح مع راسك ودير شي كتاب وقلنا تحدثنا على التعليم كيفاش كاين في فرنسا. انا كنشوف انا جميع لي زومباسادور ديال العالم كله ملي كيدخلوا لبلادهم تيجيبوا افكار، كيكتبوا شي كتاب والطلبه كيمشيو ياخذوه كيقراوه. باش كنشوفوا هاد الناس شنو جابوا لنا من برا. الاستاذ هو اخر في يعني الاستاذ المغربي كنضرب في التعليم المغربي، المعلم اللي في الجبال هو اخر معلم في العالم. ديك الماء اللي كيتقاضى اللي حيد هذا. اما داك النظام الاساسي اللي جيتو به ديال الطلبه ما يدوزوش اللي عندهم اكثر من 30 سنه. قلت الناس سي بن موسى هادوك دابا هادشي يعني في الحق والله القسم هادشي راه الرص يوقف. النظام الاساسي الطلبه اللي ماشي يدوزوه يكون عندهم اقل من 30 سنه. وكيف يعقل انت يا سي بن موسى مدور عليك كلهم اناس عجزه، وهذوك النقابات هاللي مات هاللي ما كاينش في البلاد عم الله فين كاين، عباد الله كتدخل لها الاموال الطائله. وهادو هما اللي مشاو سيناو، هادو هما اللي كانوا خداو المشعل ديال التعاقد ديال المسخ، وهما اللي خداو المشعل ديال النظام الاساسي باش هنا كيضربوا التعليم العمومي. الاسر راه عارفه شنو كاين. المعلم والاستاذ خصو يعيش احسن، انا كنقول احسن من البرلماني، نعم، واحسن من الوزير. المعلم ما عندوش تعويض عن الاواني الزجاجيه. نحيدوا التعويض على الاواني الزجاجيه اللي كتعطى للبرلمانيين 5000 درهم ونزيدوها للاستاذ. هادشي اللي خصو يكون. يعني ولاد الفقراء مساكن دابا هادشي اللي كاين، ولاد الفقراء اللي وكيل العصا، لان فعلا خصنا وزير كيقري وليداتو في التعليم العمومي لكي يعطي المثل والامثل. نعم. اما هادشي ديال هذا كيتسمى هذا الناطق الرسمي كيخرج كيقول لك ماشي ندوزو للاقتطاعات. الاقتطاع ليس بدينا
ليس بقانون. أول شيء دابا نتوما الاقتطاع كتقتطعوا الناس الاساسيين 10 ايام 20 يوم كيتم الاقتطاع، والناس كرا هذوك الناس اللي ماشي تقطعوا لهم راه كيسالوكم الفلوس وما عطيتوهم لهمش. اذا اش كيتسمى هذه كيتسمى في الحقيقه انا كنسميها باش نقول بصراحه هذه كيتسمى ارهاب. هذا كيتسمى ارهاب واحد القطاع اللي هو حيوي. وحاجه اخرى راه ماشي الاستاذ اللي دابا كترهبوا، راه كترهبوا حتى الاسر، راه كترهبوا حتى ديك التلميذ دابا، وكترهبوا الاسر. والاسر القاعده الاسره ديك الاب والام، الاب والام اللي ما عندهمش اللي كيمشيو مساكن كيخرجوا في الصباح وكيطمئنوا على وليداتهم اللي مشاو المدرسه. طبعا المراه كتخرج كتمشي تخدم بجوج ريال ومخليه ولادها في الدار عارفه هما مشاوش للمدرسه. اذا كفى ثم كفى. نريد اناس اكاديميين بالفعل، ناس تقال. والغريب في الامر ان هذا اللي كومي سابيل هذا اللي يخرج دابا الناطق الرسمي كان قالوا معلم ولا ما عرف استاذ. لا يعني هادشي صعب يعني كتشوف الانسان يكيلو بمكيالين. خصنا افكار علميه، خصنا ناس عندهم واحد الثقل الوزن السياسي كيعرفوا ما معنى ليطا الدوله. ليطا افيك او ماجيسيول. التعليم، اقول التعليم ينتمي للدوله وليس للاشخاص. التعليم ينتمي للدوله باش يعطينا اناس مثقفين واناس كي يعني كيكون عندنا واحد كي يشرفوا المغرب في المحافل الدوليه. فهمتوني؟ هما اللي ماشي ياخذوا المشعل ويدافعوا على الدوله ويدافعوا على الارض والوطن، لان الوطن غالي. نعم سواد. وهنا غنختم وغنقول لكم واحد القصيده ما لا اظن واش خصي بالموسى يحفظها. سواد العين يا وطني فداك، وقلبي لا يود سوى علاك. نشأت على هواك فسن وفيا، وما علمتني إلا علاك. فالنصر للأستاذ، نعم، ولا بد للأستاذ باش يتلبى ليه جميع الرغبات ديالو، لأن هادشي صعب. نعم صعب والله صعب. أظن أن فكرتي وصلت، لأن أنا قلت لكم جوج نقاط. الرئيس السابق اللي هو بن كيران هو الذي وضع أسس ديال هذا الهدم، وعاد كيخرج علينا وتيبقى لك باغي يشارك في الانتخابات الجايه، وتنقول لك السي بن كيران اذهب لبيتك واجلس، لانك لم تساهم في البناء، انت ساهمت في الهدم. ومن لا يساهم في البناء لا يساهم في الهدم، لان هدمتي التعليم بهذا التعاقد وبهذا النظام الاساسي وبهذا الشيء كله. من على هذه الحاله من على تضيع الوقت، ضيعني الوقت. هذا اهدار للوقت واهدار للجهود ديال الناس واهدار للمكتسبات ديالهم. اقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، لان النقطه راه بانت. لا حول ولا قوه الا بالله. اعزائي عزيزاتي، حاولوا ان تشاركوا هذا الفيديو على نطاق واسع من فضلكم، وتحيه لكم، ولنا عوده ان شاء الله بحول وقوته في واحد الموضوع جد مهم. سلام الله على الجميع.